صباح اليوم قعدت متأخرة وغبت عن الدوام، فخلنا نسوي ريوق. أريد أشرب اسبريسو بس لأنه هي شبعني شوية فترة الصبح، بس سويت لانج بوكس للجهال. ليش هيك صار بالمطبخ؟ بس شغلنا هاي الغالية باو مش وراها أعقب. دا تشوفون هذني ما نظفته، هسه هذا كله راح ترجع تنظفه من جدة وجديد كله. اروح على الخريطة مالتها اشوف ويا وين لاقي احذية وادورهم. ليش من نقعد من النوم خشمنا مورم وكبير يصير؟ ليش؟ المهم اليوم راح اسوي ماسك الشعري، بما انه اني شعري مصبوغ فممنوع احط له زيوت، فاليوم اصور لكم اسوي لكم ماسك مال شعر. واني الدايت مالتي ايش قد تسالوني عليه، انا اسوي صيام متقطع ويا لو كارب، واول ما اقعد من النوم 3 ساعات ضبط اني ما اكل، فأما أشرب قهوة أو بس شاي مي، بس 3 ساعات لقمة ما أحط بحلقي، ورا ال3 ساعات أفتحها وجبة الريوق أسوي، وهم أنا أسوي وجبة ريوق تشبع وبنفس الوقت يعني ما بيها سعرات حرارية هواية. اكو وحدة سألتني على هذا البراد، كلش 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 عملي. هذا البراد تربطوه خرده بوشي، هذا البراد تربطوه دايركت بالبواري مال السينك مالتكم، قريب على اي بواري خلوه وهو يفلتر ويصفي بنفس الوقت، وبرد ومي حار وبارد وهيجي شي عملي، وصار له 5 سنوات عندي. المي مالته كلش طيب، اذا ضايقين المي مال اللؤلؤة كلش كلش نفس طعمه، كلش طيب. كل 6 شهور احنا نبدله الفلاتر يعني حتى يبقى نظيف. وها هي هسه اصور لكم السراشيشي اليوم. نسيت اقول لكم اليوم راح اسوي كوسه باللبن، لارين عاجبها الكوسه باللبن. شوفوا هاي تغسل الوسط، بدها تبدل مي وتغسل الوصله وترجع تنظف. قبل كل اذا اسوي ماسك الشعر بيضايه واحده بس لان وكامله هي والصفر، لان البروتين مالتها كله اريده. وراح احط هذا البانتين بديل الزيت لانه ما اقدر اخلي زيت، وراح احط هذا الفيف، هذا همينه يفيد كلش، وراح اخلي شويه فانيلا هيجي سائله على مود ريحه البيض فقط. اخلطه هسه يصير هيجي مثل الكريمي وغف، يعني اخليت له الباقي الماء. جبت سوالف، شوفوا هاي كلها للدايت حتى اكل بيها. هذا الفطور حلو، لا اجربه اليوم. برجير الخس هذا الصيني اسمه، خلينا نجربه اليوم. بدنا نحفر الكوسه، بس اشوفكم هاي الحفاره ايش قد عمليه. هسه حفرت الشجار، غسلته، فرمت بصل، انا دقيت سنين ثوم شويه نقليها. هسه قليت الكوسه خليها تنشف. هسه راح نحمس هنا اللحم، حمست البصل والثوم. هسه اللحم انا خليت لها فلفل اسود وماجي شويه كمون. هسه هنا انا حطيت لبن علبه قلاص مي خاشوقه نشا. انا احب احط لها فلفل اسود، اكو ناس ما تحط لها فلفل اسود. فلفل اسود وملح حطوها زين. بس هنا نحطوا لها نعناع نجفف اذا تحبون. هسه بدنا نسوي ثمن شعريه. هسه ثمن الشعريه منهدره، كوسه حشيتها الحشوه وغلفتها زديتها. هسه هنا انا حضرت دادز غدا دليفري لعمي. أنا أكثر تمن أحبه الشعرية والباقلة. هسه خلصت الكوسة، أنا أحط الحشوة تبقى هنا ويا المي مالتها أطيب، يعني هو أول تالي اللحم والحشوة نفس الشي. صدق أشوفكم إياها شلون مستوي. شوفوا صارت الساعة 3، راح أبدي وجبتي. مفروض يعني قبلها بس ما يخالف. خليت بيضتين وياهن فلفل أحمر وأسود. هذا الفطور هيجي راح أحط مرتديلا فيها، وراح نحط جبن سلايد. هسه شوفوا هيجي صارت.
خليتها على الخس. راح اخلي فلفل اصفر طيب يا وطماطة. هسه خلصت الوجبة ناكلها. شوفوا غلفتها وفتحتها بسكين. بتبعدل يلا. وانتي همينة صغري خطك يلا. عندي حشوة حسوي لهم هاي همينة الشوكلت مال دبي. قلت لهم بس تكملون انطيكم مفاجأة. من ذوبت هاي الفليك طبعا بالقوة ذوبتها. حطها بالثلاجة شوية. الفليك طلعت اصلا ما تجمد فراح هيجي ناكلها. بس خلينا نشوفكم اياها. شوفوها اصلا هيجي طلعت اطيب بهواية من ما تجمد. دبوش بدها تاخذ ريست. تدرون اني لي هسه بس على الريوق بعدني شبعانة ما اشتهي اكل شي. عشان نايمة. ليش طلع هيك صوت البزونة؟ هسه دا انتظر يصير بالسبعة دا نايم الجهال.